الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لمدارسة هذا الكتيب 40 القرآنية، نسأل الله عز وجل أن ينفع به وينفعنا به. ذكر المؤلف حفظه الله تعالى في الحديث الثاني باب فضل القرآن وقارئه، باب فضل القرآن وقارئه، بعدما ذكر في الحديث الأول باب الإخلاص في العمل. هنا بسنده إلى الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن، وفي رواية لمسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ما فائدته؟ كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. هذه فاكهة الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن، يعني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، يعني التمر طعمه طيب ولكن مما يؤسف له لا رائحة له. ومثل الفاجر، ويقصد بالفاجر هنا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، يعني فما دونه من الفجار من أهل القبلة يعني ينالهم الخير. هنا حتى الكافر يناله خير القرآن الذي يقرأ القرآن. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. هذه الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر يعني الكافر الذي لا يقرأ القرآن، فهذا لا ريح ولا رائحة، كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. ومثل هنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بصيغة المضارع، قال مثل الذي يقرأ القرآن، يقرأ، والمضارع كما هو معلوم يفيد التكرير والمداومة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام